السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ صحيحتكم لاباس؟ اموركم هانيه؟ نتمنى البنات تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. اليوم البنات ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الغديوه ساهله ماهله. قراطان البنات ديال الدنجال. قراطان البنات كيجي زوين، كيجي خفيف، وفي نفس الوقت يعني وصفه مشبعه. انا البنات هنايا عندي واحد 3 ديال الحبات ديال الدنجال، ممكن انكم تزيدوا اكثر من هاد الشيء اللي انا درت، المهم كيبقى على حسب المول. 3 ديال الحبات ديال الدنجال، قشرتهم واحد شويه، قطعتهم هكذايا على شكل طولي، رشيتها البنات بمليحه، وغادي نرش بواحد شويه ديال الابزار، وغادي ندير واحد الخويط هكا من فوق منهم ديال زيت العود، وغادي نخشيهم من الفران. انايا الفران البنات هنا راه هو كيسخن، يعني شعله من الفوق ومن التحت. ممكن انكم تعوضوا الفران، تعوضوها البنات غير بالبانيني، كترشوا ملحه والابزار وكدهنوا هكذايا بشي شيته اولا هكذايا تترشوه هكايا بمعلقه، ولا المهم اللي متوفر عندكم كترشوه بزويته وكتحطوه في البانيني، كيجي بحال مشوي، يعني نفس النتيجه، غير انايا هكا باش كنزرب كنخشيه في الفران دغيا دغيا كيطيب في دقه واحده. غير في الطيابه البنات ماشي كيطيب حتى كيتقرمال ولا كيقصاح، هو كيطيب ولكن كيبقى شاد راسو، ما ماشي زعما مرخي ولا شي حاجه، المهم راه طايب ولكن كيبقى كيف ما هو في الشكل ديالو. هنايا البنات شلت واحد البصيله قطعتها، زدت عليها واحد 2 ضريسات ديال الثومه، غادي نضيف عليها واحد شويه ديال زيت العود ومليحه، وغادي نخليها تشحر. البنات الله يجازيكم بخير، يعني ما فيها بس الا درتو واحد اللايك وشي تعليق يكون زوين. البنات انا المهم تيطلعوا ليا الفيديوهات اللي سبقوا يعني فيهم المشاهده، الناس كتدخل كتشوف ولكن ما كديروش اللايك. ما عرفتش واش ما كيعجبكمش هادشي ولا ما عرفتش. هنايا البنات سلقت واحد 3 الحبات ديال البطاطا، درت فيهم شويه ديال الملح، غادي نخليهم يتسلقوا. البصيله راه هي كتشحر هي والثومه. البطاطا البنات ما غاداش تسلق بزاف، يعني غير طلع فيها هكا الغليه صافي غادي نطفي عليها وغادي نصفيها ونخليها. هنا البنات من بعد ما تشحرات ليا البصيله كيف ما كتشوفوا راه اللون ديالها تبدل، راه دبالت، غادي نضيف عليها واحد شويه ديال المطيشه. ممكن انكم تزيدوا مطيشه محكوكه، انا حيت كاينه عندي هكايا جامده درتها هكا. وغادي نضيف واحد الاضافه اخرى البنات ديال خيزو محكوك. بالنسبه اللي عنده هكا الوليدات ما كيبغوش ياكلوا ليه الخضره، ممكن انكم الخضره اللي بغيتو تزيدوها في هاد الحشوه، راه كتجي لذيذه ولكن في نفس الوقت ما كتكونش باينه. هنايا الدنجال البنات من مور ما يعني خرجته من الفران كيكون على هاد الشكل، وهو راه طايب يعني رطب، انا كنبرك عليه بصبعي راه رطب، ولكن في نفس الوقت ما قصاح، ما تجمع ما حتى شي حاجه، بقى شاد الفورمه ديالو مزيانه. وفضلا البنات ليس امر، الله يجازيكم بخير، واحد اللايك وواحد التعليق، يعني كتشوفوا الفيديو كتشوفوا ما فيها بس الا زدتوا شي تعليق وزدتوا شي لايك. هنا البنات غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، ممكن انكم ما ديروهاش يعني كتبقى اختياريه. صافي وكنخلي داك خيزو وداك البصيله كتشحر حتى كيتشحروا مزيان. هنايا البنات راهم صافي تشحروا مزيان وطابو، غادي نضيف عليهم الكفته. ممكن انكم تعوضوا الكفته تعوضوها بصدر ديال الدجاج اولا بالكفته ديال الدجاج، يعني كتبقى على حسب اللي موجود عندكم. هنا البنات عاد غادي ندوز ندير العطريه، ما كنتش دايره العطريه في الاول باش ما تحرقش، خليتها حتى ضفت الكفته عاد غادي نضيف العطريه. هنايا درت واحد شويه ديال السكنجبير، غادي نضيف واحد شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون البنات، حتى هو الكمون بصح غير شويه ما ديروش بزاف باش ما كيمررش لينا الحشوه، غير شويه. وغادي نضيف الفلفله حمراء. غادي نحاول البنات نفتت هذيك الكفته حتى غتفتت ما تبقاش ليا طرافي كبار. غادي نضيف المعدنوس، انا البنات الكفته كندير فيها غير المعدنوس ما كنديرش قزبور. الا درتو صدر ديال الدجاج اولا درتو الكفته ديال الدجاج ممكن انكم تضيفوا القزبور. المهم انا الكفته بصفه عامه يعني الكفته فاش ما درتها كندير فيها انا غير المعدنوس. صافي غادي نخلي هذا الخليط هذا غادي يتشحر مزيان، داك الكفته غادا طيب. هنايا البنات جبت هذا المول، ما عنديش يعني صغر منه، واخا الدنجال شويه قليل، انا المهم درت هذا هو الحجم اللي يعني عندي صغير.
غادي نخوي داك النص ديال الكفته، غادي نخويها فوق الدنجال. غنحاول البنات نبسطها هكا بمعلقه، ومن بعد غادي نستف عليه البطاطا. البنات راه عرفتي كتجي ساهله، يعني دغيا دغيا كتوجد هاد الغديوه، وفي نفس الوقت لذيذه، يعني كيجي لذيذ. صافي غادي نستف البنات هكذايا البطاطا، وداكشي اللي غيبقى ليا ديال الكفته غادي نعاود نحطو فوق البطاطا. هي كتبقى البنات كميه البطاطا ولا الدنجال على حسب المول عندكم صغير ولا كبير، يعني كديروا القياس نتوما اللي بغيتو. انايا هنايا الدنجال كان عندي في الحقيقه شويه قليل، المهم حاولت انني نعالج به القضيه وصافي، ولكن جا لذيذ. صافي كنعاود ندير داك الطبقه الثانيه ديال الكفته من فوق البطاطا. هنايا البنات كملت التف ديال الدنجال، يعني داكشي اللي كان بقى عندي درتو من الفوق. وهذاك خيزو البنات راه ما كيبانش، شي مرات كتكون عندي فلفله كندير حتى فلفله ما كتجي المذاق زوين، ولكن ما باينش بالضبط شنو داكشي كاين. كتجي لذيذه بالنسبه اللي عنده الدراري هكا ما كياكلوش ليه الخضره. هذه الصراحه راه احسن طريقه، غتكون فيها يعني الخضره داخله، والوليدات الصغار ما غاديش يعرفوا راه كاينه الخضره. المهم غتبان ليهم غير الكفته، راه دغيا دغيا غادي ياكلوها. هنايا البنات دزت كنصايب لاصوص بيشاميل. درت معلقه كبيره ديال الزبده وواحد المعلقه كبيره ديال الدقيق. غادي نبدا هكا نخلط فيهم حتى غادي ينسجموا مع بعضياتهم باش داك الدقيق ما غاديش يتكتل. عاد من بعد غادي نضيف الحليب. هنايا البنات انايا الحليب ما عنديش بالضبط العبار، لان المهم تندير غير عيني ميزاني، ما عبرش الحليب. اهم حاجه وهو داك الزبده وداك الطحين يتخلطوا مزيان، باش منين انايا نخوي الحليب ما يتكتلش ليا الدقيق. صافي البنات من بعد المهم لاصوص بالشاميل راه اغلبيه كيعرفوا يصايبوها، انا المهم بغيت نشارك معكم الطريقه اللي انا كنصايب. كيف ما شفتوا الحليب راني غير كنخوي من الكرتونه، ما دايرش يعني العبار بالضبط. البنات اللي وصلت حتى لهنايا الله يجازيكم بخير، كنقولها وكنعاودها، الله يجازيكم بخير اللي لحقات حتى لهنايا. ما فيها بس البنات الا درتوا واحد اللايك وشي تعليق البنات واللايك راه كيطلعوا الفيديو باش الناس اخرين كيشوفوه، يعني هذا الشيء اللي كاين. صافي غادي نبقى البنات نحرك، ما غاديش نحبس من التحراك حتى غادي تعقد ليا هاد لاصوص بيشاميل. من بعد البنات غادي نضيف ليها واحد شويه د الملحه وشويه ديال الابزار، وغادي نضيف ليها واحد شويه د الكوزه. هنا راه بدلت الفورنو، هذاك كان صغير بزاف، بدلت الفورنو درتو في هذاك اللي شي شويه مجهد. صافي هنايا راه درت داك الاضافه ديال الابزار والمليحه وشويه ديال الكوزه، غير واحد النغيزه ديال الكوزه ماشي بزاف. صافي غادي نوزع هذيك لاكريم فوق داك الطنجال، وغنبسطها من بعد هكذا بشي معلقه ولا بشي حاجه باش غادي تغطي ليا الكراطان كامل. هنا الفران راني البنات شاعله كيسخن، لان كنت طفيته وعاودت من بعد منين قربت هكا صافي توجد، عاودت شعلت الفران كيسخن من الفوق ومن التحت. غادي نرشها بالفرماج حمر، ممكن انكم تعوضوه بشي فروماج اخر يعني على حسب المتوفر عندكم. صافي غادي نخشيها غادي تحمر، هي راه كلشي طايب غادي غير تحمر وغادي نخرجها. الكراطان البنات من بعد ما خرجتوش على هذا الشكل، الريحه ديالته غزاله، المذاق ديالو جا لذيذ بزاف البنات. غادي نقطع معكم واحد الطريف غير باش تشوفوا داك التعليكه اللي كاينه فيه. ونتمنى البنات هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها، لان صراحه جاي لذيذ زوين، يعني ماشي كيجي زوين بزاف وكيجي لذيذ وسهل البنات دغيا دغيا، يعني نص ساعه المكانه راه ممكن انكم تقضي لكم الغرض. هكذا الغداء اولا العشاء راه دغيا دغيا.
هنا راه كنصور غير بيديا وعندي مشكل، يعني خاصني نقطّع، خاصني نهز، خاصني نبقى شادة التليفون. الكراطان البنات جا على هاد الشكل، راه عرفتي واحد الريحة طالعة منو واعرة ولذيذ. حتى لهنا كنقول لكم خليتكم على خير، نتلاقاو إن شاء الله في الفيديو الجاي، وما تنساونيش البنات الله يجازيكم بخير من تعاليق ومن لي لايك.